الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مهم جدا، خلاص الشتاء دخل والجو بقى ساقع، فعشان كده حبيت اعمل لكم ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجوده في دولاب كل بنوته. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه. اول حاجه هتكلم عنها واهم حاجه هو البلطو. البلطو من الحاجات المهمه جدا، خصوصا الفتره دي الشتاء بيجي صعب قوي، وكمان احلى حاجه فيه ان هو بيليق على كل حاجه، وفي منه اشكال كتير، في منه ساده، في منه بيبقى تايجر، في منه بيبقى كراهات، بيبقى حلو قوي وبيليق على حاجات كتير. لو هنتكلم عن الالوان، انا مش عايزه اقول لكم لون معين، بس هقول لكم على اهم لون او اللون الاساسي هو الاسود. المفروض يكون موجود عندك لانه بيدي شكل شيك جدا في اللبس، وكمان بيليق على كل الالوان. تاني حاجة هتكلم عنها وهو ما يقلش أهمية عن البلطو هو الجاكيت. الجاكيت مهم جدا، في منه طبعا أشكال كتير، في منه قصير، في منه طويل، في منه كمان خامات صوف، ووتر بروف، حاجات كتير قوي. بنصحكم طبعا تجيبوه لأنه كمان بيدي شكل البنت أناقة قوي. لو هتكلم عن أهم الألوان اللي بحبها فيه برضو الأسود، لأنه بيبقى حلو وبيليق على كل حاجة، والجملي بيبقى حلو قوي قوي قوي. ثالث حاجة هتكلم عنها هي الشالات. الشالات بتدي شكل مختلف خالص في الشتاء، وبتحسسنا فعلا ان الشتاء جه. لو عندك اي حاجة مثلا سادة وحابة تغيري شكلها او تغيري ستايل لبسها، بيبقى الحل الوحيد عندنا في الشتاء او الاحلى حل هو الشال. الشال بيجي سادة، بيجي مشجر، بيجي كروهات، بيجي منقط، بيجي باشكال كتير قوي. فلما هتلبسيه على حاجه هيغير شكل الحاجه اللي انت لابساها عليه، وكمان ممكن تلبسيه بكذا ستايل. ممكن تلبسيه له حزام يبقى طويل، ممكن تلبسيه عادي ملفوف، بيبقى فيه اشكال كتير جدا للبسه، بيدي شكل حلو قوي قوي في اللبس. رابع حاجه هتكلم عنها الجوانتي. في ناس شايفين الجوانتي ده من الحاجات اللي المفروض متبقاش مهمه قوي، بس بالعكس الجوانتي فعلا لما بيدفي ايدينا احنا بنحس ان جسمنا كله خلاص اتدفى. دي حاجه. تاني حاجه الشتاء ايدينا بتبقى متعرضه للجفاف جامد جدا بسبب طبعا درجه الحراره. لما هنحافظ على درجه حراره ايدينا ونلبس الجوانتي بيحمي ايدينا، ما بتبقاش خشنه وتبقى جافه. وكمان الناس اللي بتشتكي ان ضوافرها بتبوظ في الشتاء، الجوانتي من الحاجات المهمه جدا جدا في الحفاظ على الاظافر. في منها اشكال كتير، في منها بصوابع، في منها من غير صوابع، في منها بتبقى برضو صوف، في منها بتبقى جلد، في حاجات كتير جدا متوفره جدا وبتدي شكل حلو قوي في اللبس. الشوز طبعا الشوز بتبقى مقفوله اكيد يعني. وكمان البوتات بقى، البوتات في منها كعب، في منها عادي مش كعب، في منها بيبقى هاف بوت، في منها بوت، في منها طويل، في منها كل الحاجات. بس انا بنصحكم دايما يعني اختاروا البوت المخصص للميه، لان البوت ده طبعا احنا الفتره اللي فاتت شفنا الشتا بيبقى عامل ازاي عندنا، بيبقى محتاجين نمشي بحاجه تحمي رجلنا كويس جدا ونقدر نمشي بيها. كمان اللي عايزه اتكلم عنه هي الكوفيات. الكوفيات ممكن ما تكونش يعني قطعه اساسيه، ممكن تكون تحت تصنيف الاكسسوري، بس بتدي شكل حلو قوي قوي لللبس، بتغير شكله. حتى لو كنتي لابسه الطقم ده مثلا كذا مره، اول ما هتحطي له كوفيه طبعا باشكالها الكتيره والماتيريال بتاعتها المختلفه، بتغير شكل الطقم خالص. الكارديجان في الشتاء مهم جدا، حلو قوي الكارديجان ده، بنلبسه على اي حاجه بيليق. عشان كده انا بحب يبقى عندي في الشتاء هو اللي طالع موضه الفتره دي، الحاجات المشجره والحاجات اللي فيها شويه فلاور، حلوه جدا جدا في الشتاء. مع انه المفروض ميبقاش فيه حاجات يعني فيها ورد في الشتاء كتير، بس هو طالع موضه وطالع بالوان كتير جدا وباشكال حلوه قوي، فانا بحس ان هو بيدفي وكمان بيدي شكل حلو جدا جدا في اللبس. اخر حاجه هتكلم عنه هو يعني مش قطعه اساسيه قوي، بس احنا بننساه خالص في الشتاء، هو الشميز الجينز. الشميز الجينز ممكن ما نقدرش نلبسه قوي لوحده، لان بيبقى الجو ساقع ومش عملي قوي ومش بيدفي قوي، بس لو لبسناه تحت بلوفر بيبقى شكله حلو قوي، بيدي ستايل حلو قوي كمان في اللبس. ودي كانت شويه حاجات كده بس مهمه جدا انها تكون في دولابنا. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي لو في حاجه انا مثلا حاساها مش مهمه انتوا شايفينها مهمه، قولوا لي عليها عشان كمان استفاد منكم. وبس كده، هو ده الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه، وان شاء الله هستناكم في فيديو تاني. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وكمان تتواصلوا معايا على الفيسبوك وعلى الانستجرام،
وهبقى ان شاء الله موجودة على طول معاكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. باي باي.